السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. طبعا النهارده موسم عاشورا، ما ينفعش يعدي الموسم كده من غير ما نعمل احلى طبق عاشورا. ما شاء الله اللهم بارك. عملنا الحبة دول وكمية تاني. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا ربع كيلو من القمح، قمح البليلة او قمح المجروش. تجيبي من عند العطار او العلاف. انا هنا نقعته لمدة ساعتين تلاتة كده بعد ما غسلته، وسبته كده زاد يا دوبك شوية. خدته تاني وغسلته وحطيته في الحلة وحطيت عليه كوبايتين من المية او لتر مية، سبته كده يغلي براحته عشان يستوي براحته. وغطيته، بس اهم حاجة بقى غطيه لغاية ما يبدأ يغلي، تشيل الغطا عشان ما يفرش منك على البوتاجاز ويبهدل الدنيا. كده تمام. هسيبه بقى لحد ما يغلي، وكل شوية برضو تطلي عليه عشان ما يشربش ميته ويتلسع منك ويبوظ. تمام كده. انا هسيبه كده على النار، بس كل شويه زي ما قلت لك تبص عليه لحد ما يشرب ميته ويستوي. تمام. تمام. هنا اهو اللهم بارك، هو غلي وشرب الميه كده تمام. هسيبه لحد ما يهدى خالص ويبرد، وهرجع له تاني. هو ما شاء الله زاد اهو وفشر معايا كده. تمام. هرجع بقى احطه على النار تاني، وهزوده كوبايتين ميه واسيبه بس يغلي حاجه بسيطه. احط له كوبايتين ميه واحط له اللبن كمان معاه. بس اول ما يسخن كده هنزل بكيلو اللبن. ربع كيلو حطيت له كيلو من اللبن او الحليب، وهسيبهم برضو يغلوا كده، يشرب من اللبن شوية القمح. يا دوبك يغلي كده غلوتين حلوين، وبعد كده وهنزل كمان بالسكر معاه عشان يبقى مسكر كده وحلو. هنزل بكوبايتين من السكر بقى ده على حسب راحتك، انت عايزة تزودي عايزة تقللي براحتك. انا حطيت كوبايتين المج دول، وهقلبهم بقى لحد السكر ما يدوب، وهسيبهم يغلوا كده غلوة كمان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، حاجة كده ببيتك ونضيفة تفرحي بيها ولادك، وربنا يعود عليك وعلى المسلمين جميعا باليمن والبركات. كده تمام. هنزل بقى هنا، ده السر بقى اللي هيخليك الطعم معاكي كريمي والقوام كريمي. كريم شانتيه كان عندي كيس في التلاجة وحطيته معاه، وهتقلبيه كده لحد ما يدوب ويبقى تمام. كده تمام. انا هنا كنت محضره بقى البولات وغسلتها وسبتها تتصفى براحتها. هاخد بولة منها احط فيها نص كوبايه ميه. عايزه تحطي بقى ميه او لبن براحتك، بس انا ما اللبن كان خلاص. حطيت بقى هنا نص كوبايه ميه، وعليهم 3 معالق من النشا، وهقلبهم. تقلبيهم بقى حلو كده لحد النشا ما يدوب خالص، وما يبقاش فيه تكتلات خالص معاكي. ده اللي تقلبي في النشا كده لحد ما تدوب معاكي خالص. تمام كده. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناه، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. نفضل بقى نقلب كده تمام خالص لحد ما النشا كده تدوب. يا الله. كده تمام خلاص. تقدري كده ترفعي بالمعلقة وتشوفي لو في اي تكتلات تقلبي تاني. كده تمام. هجيب برضو مصفى تاني زي التأكيد، بس هو كان خلاص النشا ما شاء الله دايب. هقلب بقى فيها كده لحد ما النشا ينشي كده معايا، والسائل كده يتقل معايا كده خلاص. وهحط كمان باكوين من الفانيليا. عايزة تحطي ماء ورد حطي، بس انا بحب الفانيليا اكتر. هنقلب كده لحد القوام ما يتقل معاكي كده تمام. غليت خلاص كده وبقللت معاكي تدفي عليها. جبت بقى البولات وهغرفها. تمام كده. تغرفيها، وبعد ما تخلصي كده انا هجيب بقى منديل واسوي الحروف كده واظبطها مطرح الغرف. هغرف كده كل البولات، وهخلص الحلة كلها. ما تسيبيش حاجة في الحلة وتركنيها عشان بس ما تعملش وش في الحلة.
لا اغرفي كله في البولات وسيبيها لما تهدى خالص. عايزة بقى تحطي المكسرات، تحطي زبيب، تحطي سوداني، اللي عندك كله حطيه. مش عايزة تحطي، هي طعمها ما شاء الله اللهم بارك يعني، مش محتاجة حاجة. هنا انا عملت البولات دي بس عشان التصوير، لكن كان في بولات تانية غرفتها برضو وشلتها في ناحية تانية. هبدأ هنا بقى معايا سوداني مجروش هنزل بيه عليها، وحطيت جوز هند، وحطيت زبيب. كله ده بقى براحتك، التزويق ده عندك ما عندكيش براحتك، مش اشكال يعني. عندك مكسرات حطي سوداني. انا هنا حطيت سوداني مجروش، وحطيت جوز هند، وحطيت زبيب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ربنا يعود علينا وعلي كل يوم بالخير واليمن والبركات يا رب. تمام كده. يا رب الطريقة تكون عجباكم، وحطوا لهم، حطي الكريم شانتيه بس مش شرط برضو، موجودة عندك حطي، مش موجود ما فيش مشاكل. هو بس اهم حاجة اللبن يكون دسم كده عشان يبدي طعم معاكي حلو. هنا حطيت بقى جوز الهند، وبحط الزبيب كده وهزوقها كده للولاد. تمام اهو. يا رب الطريقة تكون عجباكم، وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. كل سنة وانتم طيبين.